واحدة بتقول أنا شتمت جوزي غصب عني وحدفته برمود الشاشة وخبط في حاجبه فوق عينه على طول وورمت جامد. وأنا كنت في وقت متضايقة جدا بسببه وضغوط منه وهو زعلان وعاوز يطلق. لا غلطان. وأنا مخلفة منه وحاولت أصالحه واعتذر لأني في الوقت ده ما كنتش في وعي، بس هو مش راضي. لا هو غلطان. واخدت رأي صحباتي الاتنين، واحدة قالت لي هتفضلي تعتذري كتير وهيتكبر عليكي، والمفروض هي مرة من قلبك وبعدها فكي منه وقوليله عايز تطلقني مفيش مشكلة، هات حقوقي كاملة وصدقني ولا هيعمل اي حاجة وهيجيب له ورا. ده رأي صاحبتها الاولاني، وهو لا يعتذرلك ويصالحك. اما بقى التانية قالت ايه، بغض النظر عن انك طبعا غلطانة جدا بس برضو بلاش نغض البصر عن ان هو اللي ضغط عليكي لدرجة ان هو وصلك ان تكوني مش في وعيك لحد ما تغلطي فيه وتحدفيه بالرمود ويرجع بعد كده يهددك بالطلاق. لا طبعا هو شريك معاكي لان هو اللي وصلك لكده. هما الاتنين هيخربوا عليكي. وانا بدأت اقتنع بكلامه وعايزة انفذ اللي بيقولوا عليه، لان هو فعلا هو اللي وصلنا للمرحلة دي، وانا اول مرة اغلط فيه واتصرف معاه بالشكل ده وهو السبب، والمفروض اللي يقدر كده. بس عاوزة اعرف اللي هما بيقولوا ده صح ولا غلط. ويا ريت بقى الرجاله ما تقعدش تضغط على مراتاتها ويخلوهم يخرجوا عن شعورهم. بصراحه انا اول مره اشوف واحده كده. يعني احنا بنشوف اصلا مشاكل، يعني اخر واحده اللي جوزها قتلها. ف يعني بيتهيألي من كتر ما انت بتشوفي الناس اللي بتقتل وكده خلاص فقدت اعصابك. بصي هما اصحابك الاتنين هيخربوا عليكي، يعني عشان تبقى عارفه. هو انت هتطلع قريب بسببهم مش بسبب اللي انت بتعمليه، وانت اللي بتعمله اصلا غلط وما ينفعش. يعني مثلا حتى لو هو ضايقك يا ستي او حصل مشاكل، اقرب حاجه بيقولها لك إيه لما يبقى الزوج متضايق؟ اسكتي او سيبيه او اقعدي تجنبيه. بس اللي انت تشتميه وتحدفيه بريموت الشاشه لا، دي جديده. فلا هو فعلا انت غلطان. حاولي تتكلمي معاه تعتذري له مره واتنين وتلاته، لان هو حاسس ان هو اتهان، يعني مراته هنته وده حاجه جديده يعني. وبعيد عن اصحابك، يعني الناس اللي معظم الناس بيقولوا من الحياه الزوجيه ابعدي عن متدخليش حد غريب، ولا اصحابك ولا اهلك حتى بيقولوا. حتى الاهل بيخشوا في خلاص لما الدنيا بتبقى قفل خالص. بس ان انت تدخلي اصحابك لا، الحياه الزوجيه حاجه بينكم انتوا الاتنين بس.